مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم من نشرة اخبار الفضائيه الارثيه لهذه الفتره، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. ورود المزيد من برقيات التهاني بذكرى الاستقلال. الاحتفال بعيد استقلال اريتريا في العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا. سكان مصوع يقيمون الحفلات الشعبيه احتفاء بعيد الاستقلال. وزير الخارجيه الروسي يقول ان الاسلحه الامريكيه باتت تستخدم لاستهداف الاراضي الروسيه. سقوط قتلى في كاليدونا الجديدة مع استمرار التوتر عقب زيارة ماكرون. انهيار أرضي يتسبب في دفن أكثر من 300 في بابا غينيا الجديدة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث رؤساء اثيوبيا والاردن ببرقيتي تهنئه بمناسبه الذكرى 33 لاستقلال البلاد. وعربت رئيس جمهوريه اثيوبيا الاتحاديه للديمقراطيه سهل ورق زوجه وملك الاردن عبد الله الثاني عن تمنياتهما بموفور الصحه والتوفيق والسداد في العمل لفخامه الرئيس افورقي والسلام والازدهار لاريتريا وشعبها. وعربت رئيسه اثيوبيا سهل ورق في البرقيه التي بعثتها باسمها واسم شعب وحكومه اثيوبيا عن ثقتها في تمتين علاقات الصداقه بين اريتريا واثيوبيا بصوره اكثر فاعليه. كما بعث وزير خارجية أثيوبيا تايو إزجي سلاسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. أفاد السفارة الإريترية في أثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية احتفالا كبيرا يوم 24 من مايو في فندق سكاي لايت في أديس أبابا بمناسبة الذكرى 33 لاستقلال إريتريا. حضر الحفل الممثلون عن الحكومة الأثيوبية والسفراء المعتمدون في أديس أبابا ودبلوماسيون آخرون ومسؤولو وأعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية، إضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وفي كلمته في الحفل الذي بدأ بإحياء ذكرى الشهداء والنشيد الوطني، قال القائم بأعمال السفارة الإريترية والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية السيد بنيام برهي أن 24 من مايو يوم مجيد نحتفل فيه باستذكار النضال المرير الذي خضناه ل30 عاما والتضحيات الكبيرة وتأمين السيادة بالوحدة القوية والتصدي القوي للعدائيات والسير على طريق التنمية بالاعتماد على الذات. وأوضح بفضل نضال أبطالنا الذين ضحوا بعمرهم وفرصهم وأحلامهم وأجسادهم وأرواحهم والتصدي القوي لشعب إريتريا عامة ارتقت بلادنا إلى مستوى أعلى وتتطلع إلى مستقبل واعد، ودعا إلى العمل الجاد لتعزيز برامج التنمية ومواصلة نضالنا لضمان السلام والاستقرار. وحول مبادئ إريتريا التنموية وعلاقاتها الخارجية ودورها الفاعل على المستوى الإفريقي، أوضح أن سياسة إريتريا التنموية بشكل عام ترتكز على مبادئ الاعتماد على الذات وإعداد البرامج التنموية والمشاركة الشعبية وتكافؤ الفرص للجميع، كما أن العلاقات الخارجية مبنية على الاستعداد الكامل لبناء العلاقات السلمية واحترام السيادة والشراكة والمصالح المشتركة. هذا وقد تخلل الحفل عرض فيديو لرقصات تعكس ثقافة الشعب الإريتري. أقامت مديريات بريخ وسرجقة وقال نفحي في الإقليم الأوسط حفلات شعبية يوم 24 من مايو بذكرى 33 للاستقلال المجيد. وأمضى سكان المديريات الثلاث يومهم بتناول الأطعمة والمشروبات وتنظيم مختلف الفعاليات الفنية والثقافية. وأوضح السكان بأن الاستقلال هو هبة الشهداء، مؤكدين الثبات في التصدي مثل بقية الإريتريين لضمان السلام والتنمية. هذا وقد أقيم في الإقليم الأوسط 146 حفلا شعبيا في الفترة من 22 وحتى 24 من مايو بمناسبة أعياد الاستقلال. احتفل سكان 5 إدارات ضواحي في مدينة مصوع بالذكرى 33 لعيد الاستقلال بحرارة كبيرة من خلال إقامة الحفلات الشعبية يوم الجمعة 24 من مايو. أوضح المشاركون أن الاحتفال بيوم الاستقلال هذا العام يتم في وقت يسير فيه شعب وحكومة إريتريا نحو التطور والنماء بالتصدي لجميع التحديات والحفاظ على السيادة وتأمين النهج المستقل. وذكر المواطنون أن حياة الاستقلال التي يتمتعون بها هي نتيجة الثمن الباهظ الذي دفعوه من أجل الاستقلال وحماية السيادة. وأوضحوا بأن المؤامرات التي نفذت ضد السيادة تم تجاوزها بالمثابرة والوحدة القوية للشعب وقوات الدفاع الإريترية والانتقال إلى مرحلة مبشرة. هذا وقد نظم احتفال أقليم شمال البحر الأحمر بالذكرى 33 للاستقلال تحت شعار ضمان السلام بالتصدي يوم 23 من مايو في مدينة مصوع.
احتفل الإريتريون المقيمون في قطر بعيد الاستقلال المجيد بحفاوة كبيرة تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. وقال سفير إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم في الحفل الذي حضره عدد كبير من المواطنين والدبلوماسيين أن الاستقلال الذي تحقق بتضحيات جسام هو أم الأعياد الوطنية، وأن حفاوة الاحتفالات في الداخل والخارج هي تعبير عن الاعتزاز والفخر بهذا اليوم الآخر، حيث تخلق هذه القيم دافعا قويا في مسيرة البناء. وقدم الشكر لكل العاملين والمساهمين في تنظيم الاحتفال. وأوضح رئيس لجنة الاحتفالات السيد طاهر أري ورئيس الجالية السيد الرشيد ياسين أهمية وعزة هذا اليوم في قلب كل إريتري، مؤكدين الاستعداد التام لتنفيذ المسؤولية التي يحملهم لها الاستقلال وتقديم المصالح الوطنية. هذا وقد تخلل الاحتفال مناشط فنية، كما أكد المحتفلون في الختام على استعدادهم للوفاء بمتطلبات إنجاح البرامج الوطنية. تلقى 249 من أعضاء قوات الدفاع دورة تدريبية في قيادة السيارات ل4 أشهر نظمتها القيادة الوسطى في منطقة حبنات بمديرية معايني. أوضح مسؤول ورشة مندفر الرائد برهان كبران في مراسم التخرج التي جرت يوم 22 من مايو بحضور قائد القوات الميكانيكية 74 العميد تكي رؤسهم وقادة الفرق العسكرية وهيئات الجبهة أن المتدربين هم من القيادة الوسطى والقوات الميكانيكية وشرطة إريتريا والقوات البحرية ومكتب قائد هيئة أركان وزارة الدفاع، حيث تدربوا في درجات القيادة الثانية والثالثة والرابعة. من جانبه أوضح ممثل المتدربين أن تخريجهم يعتبر مزدوجا لتزامنه مع احتفالات الذكرى 33 للاستقلال المجيد، وشكر المدربين على أساليب التدريس والتشجيع. وهنأ العميد تكي رؤسهم المتدربين وقال أن التدريب تم تنظيمه باهتمام من وزارة الدفاع، موضحا تنظيم تدريب مماثل في منطقة كعلاي وعصب. وذكر العميد تكي المتدربين بضرورة التفاني والإخلاص في عملهم. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الأسلحة الأمريكية باتت تستخدم في استهداف الأراضي الروسية خارج منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، محملا واشنطن مسؤولية ذلك. وقال لافروف للصحفيين في مينسك أنه يتم استخدام الأسلحة الأمريكية خارج نطاق منطقة النزاع، لذلك فإن محاولات الأمريكيين الإدلاء ببعض التصريحات المطمئنة للرأي العام لديهم أو لدى أعضاء الناتو أو إظهار أن القرار لم يتخذ بعد، هذه برأيي كلها حيل منهم. وأضاف: نعتمد في ذلك على حقائق أن الأسلحة الأمريكية والغربية الأخرى تضرب أهدافا على الأراضي الروسية وخاصة البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية، لذلك فإن كل ذلك يقع على مسؤوليتهم. بقيت حالة عدم اليقين مخيمة على كاليدونيا الجديدة مع سقوط قتيل سابع قادت زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وعد بعدم تبرير التعديل الدستوري الذي يعارضه المنادون بالاستغلال بالقوة. وقتل شرطي رجلا يبلغ 48 حسب ما أفاد به المدعي العام في نوميا إف دوبا، موضحا أن عنصرين من الشرطة تعرضا لتهديد جسدي من مجموعة مكونة من 15 شخصا تقريبا، وأطلق أحدهما النار من سلاحه. ومنذ بدء الاضطرابات في هذا الإقليم الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادي، قتل 6 أشخاص إلى جانب قتيل، وهما شرطيان أحدهما في إطلاق نار عرضي و3 من السكان الأصليين. وقد أشعل إقرار البرلمان الفرنسي التعديل لأعمال شغب وعنف لم تشهد الجزيرة أحداثا عنيفة مثلها منذ 4 عقود. في الخبر الأخير، ذكرت وسائل إعلام محلية في بابوا غينيا الجديدة أن أكثر من 300 شخص وأكثر من 1100 منزل دفنوا جراء انهيار أرضي هائل دمر قرية نائية في شمال البلاد، ويخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام في إقليم إنجا على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غربية العاصمة بورت مورسيبي. وقالت صحيفة بوست كورير نقلا عن عضو البرلمان إيموس إكيم أن الانهيار الأرضي دفن أكثر من 300 شخص و1182 منزلا. وقالت الإذاعة أن الانهيار الأرضي أدى إلى منع الوصول إلى الطريق السريع، مما جعل طائرات الهليكوبتر هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى تلك المنطقة المنكوبة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ورود المزيد من برقيات التهاني بعيد الاستقلال.
الاحتفال بعيد استقلال إريتريا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. سكان مصوع يقيمون الحفلات الشعبية احتفاء بذكرى الاستقلال. وزير الخارجية الروسي يقول أن الأسلحة الأمريكية باتت تستخدم لاستهداف الأراضي الروسية. سقوط قتلى في كاليدونيا الجديدة مع استمرار التوتر عقب زيارة إيمانويل ماكرون. انهيار أرضي يتسبب في دفن أكثر من 300 شخص في بابوة الجديدة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.